بسم الله الرحمن الرحيم. الإعجاز العلمي في القرآن. إن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هدى وبشرى للناس جميعا، لما فيه من تشريع وأحكام وبراهين على عظم خالق هذا الكون. والقرآن الكريم لم ينزل كتابا علميا بحتا، بل فيه ما يشمل كل ما من شأنه إسعاد البشرية في الدنيا والآخرة. ومع ذلك فإن أنت نظرت إليه من نافذة العلم والاكتشافات المعاصرة وجدت فيه من العجب العجاب. والقرآن كله عجائب، بل ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق من كثرة الرد. وهكذا يجد العلماء أنفسهم أكثر قربا من القرآن الكريم كلما كشفوا سرا من أسرار الكون. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والقرآن نفسه يحث العلماء للنظر في هذا الكون، فيقول الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. بل ويحثهم على دراسة تاريخ الوجود، فيقول سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وفي دائرة هذا النور تعالوا بنا نتدارس ونتدبر هذا القرآن، كم هو كريم وعظيم. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ يا رب لك الحمد العظيم، 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 يا الله، يا فلنبدأ أولا بعلم البحار والأنهار. فلقد تعجب العلماء حين اكتشفوا مؤخرا حقائق في عالم البحار والأنهار لم يكن أحد يعرفها من قبل. فعندما فحصوا ملتقيات البحار وجدوا أن البحرين لا يختلطان ببعضهما بشكل مطلق كما كان الناس يظنون، بل وجدوا أن هذا الاختلاط لا يتعدى مداه عدة أمتار عرضا عند التقاء البحرين. ولأن كثافة البحرين ودرجة حرارتهما وأحياءهما البحرية ودرجة ملوحتهما مختلفة، كان هذا سببا كافيا في عدم اختلاط البحرين إلا لعدة أمتار، ليتشكل من هذه الأمتار خط فاصل بين البحرين، حتى أن كثيرا من الأحياء البحرية لا تستطيع اجتياز هذا الخط الحاجز إلى الجهة الأخرى من البحر الآخر. والسبب عدم مقدرتها على التكيف مع البيئة الجديدة الغير صالحة للحياة على الجانب الآخر من البرزخ أو الحاجز المائي الفاصل بين البحرين. ولقد كان القرآن عجيبا حقا حين ذكر هذه الحقيقة قبل 14 قرنا من كشفها، وترى ذلك في أكثر من آية، نذكر منها قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وحتى كلمات هذه الآية معجزة لدرجة دقتها ووصفها الأمر بشكل ملفت للألباب. فكلمة مرج تعني خلط، وكلمة لا يبغيان تعني أن درجة هذا الاختلاط ليست مفتوحة، بل هي إلى حد معين. وعبارة البحرين يلتقيان هي معجزة بحد ذاتها، لأنها تفصل أن البحر الكبير الذي يبدو للعين المجردة بحرا واحدا، سواء من الجو أو البر أو البحر، من قريب أو بعيد، تذكر الآية
أن تلك الصورة ليست كما تبدو لأول وهلة، بل هناك أكثر من بحر قد يلتقي مع آخر مع اختلاف المواقع الجغرافية من الأرض، وهذه المعلومة لم تكن موجودة في ذاكرة الناس من قبل. ثم عبارة بينهما برزخ تعني بوضوح تكون حد فاصل حاجز بين البحرين، وهذا التوضيح الكبير موجود في آية أخرى حينما تقرأ قوله تعالى: وجعل بين البحرين حاجزا. ثم إن العلماء وجدوا أن هذه الظاهرة لا تتوقف على التقاء البحرين المالحين فقط، بل وجدوها متكررة عند التقاء الأنهار العذبة بالبحار كذلك، إلا أن الفرق كان في شكل هذا الحاجز بين المائين. ففي حين كان شكله عند التقاء البحرين المالحين الكبيرين على شكل خط مستقيم يفصل بينهما، كان شكله عند التقاء مصبات الأنهار العذبة بالبحار على شكل حزام مستدير يتناسب مع قوة دفع النهر داخل البحر. إنه شيء يشبه الدلتا، وبتعبير العرب الحجر. والحجر هو الشكل الذي يتكون عندما يقبض المرء ثوبه ليجعله وعاء يضع داخله أشياء، ووجدوا أن هذا الحجر قوي في مكانه لدرجة أنه يحجز على الأحياء البحرية داخله ويمنعها من الخروج، ويحجر كذلك على الأحياء الخارجية من الدخول إليه، عدا عن أنه يحجر على مياهه العذبة من الاختلاط بالماء المالح في البحر. وهكذا تراه حجرا بالشكل ومحجورا بالمضمون. وهذه التفاصيل نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، وترى ذلك جليا في قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقوله تعالى مرج البحرين جعلهما يلتقيان، هذا عذب فرات للدلالة على النهر، لأنه لا توجد بحار عذبة تلتقي مع بحار مالحة سوى الأنهار، وهذا ملح أجاج وهو البحر المالح الكبير. وجعل بينهما برزخا وهو الحاجز الذي يفصل بينهما، وحجرا وهو الشكل لهذا الحاجز والذي يشبه الدلتا، ومحجورا وهي الكلمة الجامعة التي تختصر الحديث عن منع اختلاط المائين وأحيائهما البحرية بشكل مطلق. يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا ومن الظواهر الغريبة التي تم كشفها حديثا في عالم البحار تكون طبقات من البحار فوق بعضها وتشكل أمواج لكل طبقة من البحرين المتراكمين فوق بعضهما، وتكون ظلمات متدرجة داخل أعماق البحار. والسبب في تكون هذه الظلمات المتدرجة داخل البحار العميقة متعلق باختلاف قدرة أطياف الضوء الشمسي على اختراق عمق الماء، حيث وجد العلماء أن لكل لون من هذه الأطياف قدرة مختلفة على اختراق الماء، فبعض الألوان لا يتعدى مسافة 40 مترا داخل البحر، وألوان أخرى تصل إلى حد 100 متر، وأخرى إلى 150، وأخرى إلى 200، وهكذا. لذلك في أول 40 مترا تشترك كل الأطياف بالإنارة هناك، فتكون العين المجردة قادرة على الرؤية في هذه المسافة. ولكن من مسافة 40 إلى 100 داخل البحر تسقط بعض الألوان ولا تصل إليها، فتتشكل طبقة إضاءة أقل. وهكذا كلما تعمقت أكثر
تسقط أطياف أخرى، فتتشكل درجات من الإضاءة إلى أن تتشكل ظلمات متدرجة، حتى يصل المرء بعد 400 متر من العمق إلى درجة الظلام الدامس التام، حتى كأنه مغمض عينيه، فلا يكاد يستطيع رؤية يده إذا أخرجها. لكن الملفت أن القرآن الكريم قد سبق هذا الكشف وأشار إلى هذه الظواهر، وهو حين نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد من البشر أن ينزل إلى تلك الأعماق من البحار عدا عن معرفة هذه التفاصيل، وترى ذلك جليا في قوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. أو كظلمات يشبه الله تعالى الكافر بأشياء موجودة في الواقع، ومن هذه الأشياء تلك الظلمات المتعددة التي تحدثنا عنها سابقا. في بحر لجي أي تتواجد هذه الظلمات المتعددة في البحر العميق. يغشاه موج، ذلك البحر العميق يغطيه موج، وهذا أمر في غاية العجب تم كشفه حديثا. أما قوله تعالى من فوقه موج، يعني أن البحر الثاني الذي في الطبقة العليا له موج آخر غير الموج الأول الذي للبحر الأدنى. وقوله تعالى من فوقه سحاب، أي فوق الموج الثاني الذي يطل على السماء تتراكم السحب. وقوله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، تلك الظلمات المتراكمة داخل ذلك البحر العميق تجعل الإنسان يصل إلى مرحلة من الظلمة حتى لا يكاد يرى يده إذا أخرجها هناك. ومع نهاية التفسير لهذه الآية، فمن الذي جاء بهذه المعلومات إلى محمد من هناك؟ وعندما لا يكون أمامك إلا إجابة واحدة، وهي أنها من عند الله، فاعلم أنك تبينت الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ويا ربنا لك الحمد. الحمد العظيم يا الله يا هذا ولقد تعمق الإنسان في البحر أكثر حتى استطاع الوصول إلى التعرف على أعماق قد تصل إلى 12 كيلومترا داخل البحر بشكل عمودي، الأمر الذي دفعه إلى الاطلاع على بعض المناطق المشتعلة نارا داخل الأعماق. وكان هذا أغرب من الخيال، إلا أنه وجد أن تلك النيران التي تنبعث من أعماق البحار إنما هي امتداد وينابيع لبحار من النار توجد تحت بحار الماء، ويسمي العلماء تلك البحار ببحار النار. ومن المعلوم أن البراكين تخرج حمامها صعودا من ضغط تلك البحار المشتعلة التي تذيب الحديد، ولكن الله عظيم حين تقرأ قرآنه العظيم وهو يقسم بهذا البحر ليدلنا على وجوده قبل كشفه بقرون عديدة. فيقول الله تعالى والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. يقسم الله تعالى بالبحر المسجور،
والبحر المسجور هو ذلك البحر المشتعل بالنيران. وقوله تعالى إن عذاب ربك لواقع، تذكر الآية هنا أن من يشاهد تلك النيران وعظمها فإن عليه أن يعلم أن عذاب الله للكافرين بالنيران واقع يوم القيامة لا محالة. وسبحان الله العظيم. لك الحمد العظيم يا رب، لك الحمد العظيم يا الله يا ثم لما درس علماء الفلك الغلاف الجوي تبين لهم أن هذا الغلاف يتكون من حزام غازي وهوائي يدور حول الكرة الأرضية بسرعة تفوق 450 ميلا في الساعة في الطبقات العليا من الأرض. وهذه الحركة كان من شأنها حفظ الكرة الأرضية من سقوط النيازك والشهب التي تمطر الأرض في كل لحظة فتحرقها بسبب شدة الاحتكاك معها. وهذا هو الذي نراه في الليل عند احتكاكها بهذه الطبقة الهوائية الهائلة الحجم والسرعة، فتكون نهاية الشهوب هناك. هذا ولأن الغلاف الجوي بهذه القوة والتماسك كان لابد للعلماء من إيجاد طريقة تجعل الصاروخ الفضائي يتجاوز هذا الاحتكاك وينفذ من خلاله بسهولة، سواء أثناء الصعود إلى الفضاء أو النزول إلى الأرض من الفضاء، حتى هدوا إلى ما أسموه أبواب السماء، وهي المناطق التي ينبغي للصاروخ الفضائي أن يخترقها بالتحديد وبدرجة ميلان محددة تجعل الصاروخ يسير باتجاه الريح الصاعقة وليس ضدها، وبالتالي يتجاوز خطر الاحتكاك المباشر مع تلك الرياح فينفذ. وإلا فكم هي حوادث تحطم المركبات الفضائية كثيرة عندما لم تنجح في التحكم بدرجة الميلان تلك. أما القرآن الكريم ابتداء فقد كان أول كتاب سماوي أو أرضي يذكر إمكانية اختراق الغلاف الجوي والسفر عبر الفضاء سواء من قبل الجن أو الإنس، حينما تقرأ قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فهذه الآية تخاطب معشر الجن والإنس قبل 14 قرنا وتقول لهما إن استطعتم النفاذ من أقطار السماوات والأرض فافعلوا، ولكن لن يتم هذا بواسطة الشعراء والأحلام بل بواسطة العلم والدراسة والمثابرة. وفعلا رأينا أن الإنسان قد تمكن من النفاذ من الغلاف الجوي للأرض ووصل إلى القمر بعد دراسة وصناعة للصواريخ ومعرفة الأكسجين وحفظه. ثم ترى القرآن الكريم يذكر أن للسماء أبوابا قد يحاول الإنسان النفاذ من خلالها نحو الفضاء الشاسع، ولكنه حينما يفعل ذلك سيجد ظلمة وعتمة تجعله يظن أنه سكرت أبصاره، وهذا ما وجده العلماء حقا حين سافروا إلى هناك. وهذا تقرأه في قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. هذه الآية ذكرت أن للسماء أبوابا، وأن هذا الباب قد يستعمله الإنسان يوما للعروج من خلاله إلى الفضاء، وإن فعل ذلك سيظن أن بصره قد سكر. فهذه الآية تنبأت بمقدرة الإنسان على الولوج نحو السماء في الوقت الذي كان الحديث فيه عن هذا النوع من السفر ضربا من الخيال والأحلام. الله يا الله يا
نقص الأكسجين. ولكن العلماء لما وصلوا إلى تلك المرحلة كان عليهم أن يتجاوزوا عدة مصاعب، أهمها نقص الأكسجين في الطبقات العليا، ولم يتسن لهم معرفة ذلك بدقة إلا بعد سقوط الكثير من الضحايا الذين صعدوا إلى الطبقات العليا دون أخذ الأكسجين بعين الاعتبار، فكان مصيرهم الاختناق حتى الموت، ولكنه كان موتا بطيئا مؤلما، حتى كانت الدماء تخرج من الأنف والأذنين والعينين وأي جرح من الجسم، وذلك بسبب اختلاف الضغط الجوي هناك، كما يحدث ضغط على الصدر لدرجة تجعله ضيقا حرجا. إلا أن القرآن الكريم وصف حال الضالين الكافرين بحال ذلك الشخص الذي وصل إلى تلك الوضعية في الطبقات الجوية العليا من ضيق في الصدر واختناق وموت بطيء، وترى ذلك في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويا ربنا لك الحمد، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله. كانت السماوات والأرض كتلة واحدة. ومما أطلعتنا عليه دراسات علماء الفلك أن أصل الكون كان منذ بدء الخليقة على شكل كتل سديمية دخانية متحدة، ثم ما لبثت أن تفرقت على شكل مجرات، والمجرات تنظمت على شكل أفلاك ونجوم وكواكب ومذنبات. وهذا ما سبق للقرآن الكريم ذكره عن تاريخ الكون حينما نقرأ: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. لو أردنا الإسهاب في شرح هذه الآية لاحتجنا إلى حلقة كاملة، ولكن نقول باختصار إنها تحدثت عن تاريخ بدء الخليقة بالتفصيل. ولكن شاهدنا فيما ورد من هذه الآية قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فالله تعالى قد استوى إلى السماء بعد خلقه لهذا الكون، وكانت السماء حينها دخان وسديم. ثم نعرج إلى آية أخرى تتحدث عن ذلك التاريخ بمزيد من التفصيل، حين نقرأ: أولم ير الذين كفروا أن
أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالآية الكريمة هنا تذكر لنا أن السماوات والأرض منذ بدء الخليقة كانتا جميعا في اتحاد والتصاق، ثم أمر الله بفصلهما عن بعضهما، ثم أنزل الله الماء لتتكون الحياة. يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا توسع الكون وحركته. ويلاحظ العلماء أن الكون ومنذ أن بدأ خلقه ما زال يتوسع ويتباعد بشكل مهيب مضطرد، وهذا التوسع أيضا سبق للقرآن وأن وثقه للعالمين حينما تقرأ قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالآية تتحدث عن بناء للسماء، وأن هذا البناء ما زال يتسع وإلى يوم القيامة. ثم لاحظ العلماء أن كل ما في الكون يجري ويسبح، ولكن ليس بعشوائية بل بنظام ودقة بالحركة، وكل يعرف مساره وفلكه لا يتقدم عنه ولا يتأخر قدر ثانية بالمليون ولا أقل من ذلك. فالكون يسير بميزان رتيب، وهذا ما تقرأه في القرآن الكريم: والسماء رفعها ووضع الميزان. ثم تحدث القرآن الكريم عن تلك الحركة الدؤوبة للشمس والقمر وكافة الأفلاك والنجوم والمجرات، ولم يستثني القرآن شيئا من وصفها سابحة في هذا الكون الشاسع، كما في قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وعن الشمس التي وصف حركتها بالجري فقال سبحانه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ويا ربنا لك الحمد، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا ضياء الشمس ونور القمر. ولما درس العلماء الشمس وقارنوها بالقمر تأكد لهم أن الشمس نجم مشتعل والضاء سراج وهاج، في حين أن القمر كتلة ترابية صحراوية غير مضيئة ذاتيا، بل إن ما نراه من ضياء منبعث من القمر إنما هو نور ينعكس لنا بسبب أشعة الشمس الساقطة عليه. وهذا الأمر لم يتأكد منه العلماء على وجه اليقين إلا بعد وصولهم إلى القمر والهبوط عليه. أما القرآن الكريم فقد سبق له أن وصف الشمس بالضياء والسراج الوهاج، في حين لم يصف القمر إلا بأنه صاحب نور وليس الضياء. وهذه دقة لم يتعرفها الناس إلا حديثا، فالنور هو المنعكس من غيره وليس منبعثا من ذاته، وهذا نص الآيات الكريمة. فالأولى تصف الشمس بالضياء والقمر بالنور.
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وعن وصف الشمس بالسراج يقول تعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وعن وصفها بالوهاج يقول سبحانه: وجعلنا سراجا وهاجا. نعم، فالشمس سراج والقمر منير. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهكذا تلاحظ أن القرآن الكريم يصف الشمس بعدة أوصاف كلها تفيد معنى الإضاءة الذاتية، في حين لم يصف القرآن القمر إلا بوصف النور فقط. ويا ربنا لك الحمد، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله، يا النجم الطارق. ولقد لاحظ العلماء أن هناك نجوما أسموها بالنجوم الزرقاء تبعد عنا ملايين السنين الضوئية، ولكنها تتصف بقدرتها الهائلة على الإضاءة تفوق إضاءة شمسنا بملايين المرات. ولو كانت شمسنا في مكانها لما تمكنا من رؤيتها قطعا بسبب بعدها السحيق عنا. أما تلك النجوم الزرقاء فإننا نتمكن من رؤيتها بالرغم من وجود الأغبرة الكونية التي تحجز وتحجب عنا ضياء ملايين النجوم والمجرات الأخرى. وهذه النجوم الزرقاء تمكنت من ثقب تلك الحواجز، سواء حاجز المسافة أو الغبار الكوني. والأغرب في هذا النجم أنه يرسل ومضات من الضياء تطرق غلافنا الجوي طرقا يستطيع العلماء سماع صوت طرقه من خلال بعض الأجهزة، ويصفونه بالنجم الطارق، فهو يطرق علينا غلافنا طرقا. أما القرآن الكريم فقد سبق له وأن تحدث عن النجم الثاقب، وهو نفسه النجم الطارق، بل وأقسم الله تعالى به حينما تقرأ قوله سبحانه: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فالآية هنا تقسم بالطارق وتسأل: هل تعلم ما هو الطارق؟ وتجيب الآية التالية مفسرة: إنه النجم الثاقب. وها هو الإنسان يكتشف وما زال يكتشف، فليكتشف، ولكن عليه أن يعلم أن لهذا الكون إلها، ألا وهو الله الذي نزل الكتاب تبيانا وهدى ورحمة للعالمين على قلب سيد الأنام محمد عليه السلام. ويا ربنا لك الحمد، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله، يا النجوم الكناسة. ومما كشفه العلماء وجود نجوم جبارة تجري في هذا الكون وتحمل قوة جذب هائلة تمكنها من جذب وبلع كل شوائب الفضاء من أغبرة كونية وحجارة وشهب متناثرة، وكان مهمتها تكنيس هذا الكون من شوائبه. وهذه النجوم ذكرها القرآن الكريم في سورة التكوير حينما يقول تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فالجوار هي النجوم،
والكنس هي صفتها حيث تكنس باستمرار. ويا ربنا لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا طبقا عن طبق. وبقي أن نقول إن القرآن الكريم ما زال يؤكد لنا إمكانية التوصل إلى اختراع وسيلة نقل تفوق سرعة الضوء تمكننا من التنقل بين المجرات والسماوات، وهذا ما لم يتوصل إليه العلماء بعد. أما ما يشير إلى هذه المعلومة فقوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فهذه الآيات تبين أن الله تعالى يقسم بعدة أشياء من عظائم خلقه ذكرتها الآية. إن الإنسان لسوف يركب طبقات السماء طبقة طبقة. وفي الحقيقة على الرغم من كون هذه الآيات في غاية الوضوح وأنها تتحدث عن ركوب طبقات فوق طبقات، فلم يجرؤ الكثير من المفسرين السابقين على ذكر أن الطبقات التي سيركبها الإنسان يوما هي السماوات، إلا أن بعض الصحابة ذكروا ذلك في تفاسيرهم، ومن أشهرهم عبد الله بن مسعود ومسروق وغيره. ولكن مع اختلاف القراءة للآية اختلفوا بمن هو المقصود من الركوب إلى السماء طبقا عن طبق. هل هو محمد صلى الله عليه وسلم أم أن الأمر عام ومفتوح للمستقبل ليخاطب به الإنسانية بشكل عام؟ فهذه الآية وردت بقراءتين، إحداها تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق بفتح الباء، وأخرى تخاطب عموم الإنسانية كما في قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق بضم الباء. ومن رأى أن المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم فقد تحقق معه الأمر أثناء معجزة الإسراء والمعراج. ولكن إن كان النص الثاني الموجه للبشرية فهو ما سيتحقق في المستقبل. ولكن ليتمكن الإنسان من السفر عبر طبقات السماوات فإنه يلزمه واسطة نقل تكون أسرع من الضوء، والسبب أن عمر الإنسان الافتراضي لا يمكنه من التنقل بين المجرات إلا بتلك الوسيلة المطلقة السرعة. وإن غدا لناظره لقريب، ويا ربنا لك الحمد. يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا ويخلق ما لا تعلمون. والله تعالى ذكر لنا أن المستقبل كفيل بأن يجعلنا نرى وسائل نقل غير معهودة في الماضي، كقوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وكذلك قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وفي الحقيقة أن القرآن الكريم لم يتنزل إلى عصر محمد صلى الله عليه وسلم ولا لعصرنا الحالي فقط، بل جاء ليخاطب كل العصور. ولكن من ينظر له بتدبر من العلماء يجده فعلا سابقا لعصرنا، ويعلم حقا أنه يخاطب الحاضر والمستقبل على حد سواء. فلماذا ترى القرآن الكريم يحدثنا عن حادثة نقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل آلاف السنين وبسرعة الضوء،
ووصف لنا أن من تمكن من نقل هذا العرش العظيم هو شخص يمتاز عن غيره بما عنده من علم من الكتاب. وويكأن القرآن الكريم يريد القول لنا إن من فعل ذلك ليس صاحب معجزة من الأنبياء ولا ملكا ولا جنيا، وإنما ذلك نتاج العلم الصحيح بالكتاب. وأما الإشارة العميقة في هذه الحادثة فهي إعلامنا أن القرآن الكريم أعظم من ذلك الكتاب، وفيه من العلوم ما هو أعظم كذلك. فتدبروا القرآن الكريم جيدا واستخرجوا منه الكنوز. وهذا ما أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أوصى وهو في النزع الأخير: عليكم بكتاب الله لا يسبقنكم إليه أعداؤكم فيسبقوكم. أما الآيات التي وثقت حادثة نقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين فهي في قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام متحدثا عن بلقيس وقومها: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. فالآية تكشف لنا مقدرة الجن الخارقة في حمل الأشياء وسرعتها، ولكن الأكثر تقدما وخبرة هو ذلك الشخص الذي لم يذكر القرآن صفته إلا كونه أحد أعضاء الملأ الذين كانوا يحضرون اجتماع سليمان ليناقش معهم شأن بلقيس وقومها، والذي تميز بالعلم حتى تمكن فعلا من نقل ذلك العرش بسرعة الضوء. العجيب هنا أن القرآن نزل في عصر كانت أسرع وسيلة نقل فيه الحصان أو الناقة أو الطير، ومع ذلك تراه يحدث الصحابة ومن بعدهم بقصة نقل العرش العظيم من مسافة آلاف الكيلومترات، ولكن بوجه أسرع من الخيال في ذلك الزمان. إلا أن الإنسان اليوم ها هو يتمكن فعلا من نقل صورة الأشياء وصوتها بسرعة الضوء، ولكن بقي أمامه نقلها نفسها بنفس السرعة، وما زال العلماء يبحثون عن تلك الوسيلة ولما يجدوها. ولكن إن وجدوها يوما فسيكون أمامهم فرصة للسفر عبر طبقات السماء طبقة طبقة، وهناك ستتسع الآفاق المكتشفة والمرئية، وعندها ليقرأ العالم قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ويا ربنا لك الحمد. يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا. تحسبها جامدة، ولو انتقلنا من الفضاء إلى الأرض لوجدنا ما لا يقل غرابة، ولكن أثناء نزولنا من هناك لكنا نشاهد الأرض بأبهى صورها وأروعها، وهي تمر بما تحمل من جبال في هذا الكون تماما كما يمر السحاب، وإن كانت تبدو الأرض لناظرها من قريب كأنها جامدة لا تتحرك. إلا أن القرآن الكريم سبق وأن صور لنا هذا المشهد الرائع لحركة الأرض قبل أن نصل الفضاء بقرون 14 ونتمكن من مشاهدتها بهذا المشهد المهيب.
ترى ذلك في قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. وسبحان الله العظيم. يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا جلاء الشمس. ولكن من الأشياء الغريبة التي لاحظناها أثناء الهبوط من الفضاء إلى الأرض نهارا انتقالنا المفاجئ من الظلام الكوني الدامس إلى الضياء الساطع المنبعث من الشمس. ومع أن المنطق يقول إن ضياء الشمس ينبغي أن يزيد بريقا كلما اقتربنا نحوها في الفضاء، ولكن في الحقيقة كان ضياء الشمس هناك خافتا جدا، وبدت الشمس كأي نجم في السماء لا تميزه عن غيره من النجوم. ولما هبطنا تحت الغلاف الجوي للأرض ظهرت لنا الشمس بقوة ضيائها وسراجها الوهاج، فعلمنا أن الغلاف الجوي لأرضنا هو وحده القادر على إجلاء وإظهار الشمس بصورتها المتألقة نهارا. فالضوء حتى تتم رؤيته بقوة لا بد من واسطة تظهره، وكانت تلك الواسطة هي الغازات والهواء ومكونات الغلاف الجوي، حتى بدا كأنه عدسة مركزة نحو الشمس، فلا تظهر لنا الشمس بجلاء إلا من خلال نهار الأرض، حيث تتواجد الشمس نحو الوجه المنير نهارا. فالنهار لا يعني أن تنير الشمس الأرض فقط، بل والأرض أيضا تجلي لنا ضياء الشمس، والعملية تبادلية. وهذا كشف ما كان لنا أن نعلمه لولا السفر إلى الفضاء، ونرى ذلك بأم أعيننا. ولكن الغريب أن القرآن الكريم سبقنا إلى هناك ووصف لنا أن الأرض بنهارها سبب لجلاء الشمس وضيائها، وذلك وارد في سورة الشمس، حيث يقول الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها أي نهار الأرض يجلي لنا ضياء الشمس. والنهار إذا جلاها كلمتان خفيفتان على اللسان، كريمتان ثقيلتان في الميزان، مليئتان بالعبق والريحان. فمن أنطق محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن؟ وسبحان الرحيم الرحمن. يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، لله في الآفاق، لله في الآفاق، لله في الآفاق. فاسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهداها، وقل للشهد من حلها كاها، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك؟ واسأل شعاع النجم يدنو وهو أبعد كل شيء، ما الذي أدناك؟ ما الذي أدناك؟ وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك، وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله
من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسل من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسل من الذي أطغاك. سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد. الجبال أوتاد. ولما هبطنا إلى سطح الأرض وجدناها كدابة ذلول لا يبدو عليها حراك لشدة ثباتها، ولكن وجدنا أن سبب ذلك الثبات الذي تبدو عليه الأرض هو تلك الجبال المنغرسة في عمقها كالأوتاد، حتى يصل عمق الجبل إلى داخل الأرض ما يعادل 7 أضعاف ما يبدو منه ظاهرا، وإلا لمادت الأرض بنا ومالت. إلا أن القرآن الكريم كان له السبق بوصف الجبال كونها سببا بثبات وإرساء حركة الأرض من الإمادة والاضطراب، وذلك في قوله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. كما كان للقرآن الكريم السبق بوصف الجبال بكونها أوتادا بالشكل والمضمون، حين تقرأ قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ويا رب لك الحمد العظيم. الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أدنى الأرض. ومن المعلوم تاريخيا أن حربا وقعت بين الروم والفرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم جغرافيا أن مكان تلك الحرب كان على مشارف شواطئ البحر الميت في الأردن، وما زالت آثار الرومان تقبع هناك في منطقة فحل، ولكن ما تمت معرفته في هذا العصر وبعد أن تمكن الإنسان من الطيران واستخدام الأقمار الصناعية والتصوير الضوئي والمسح الجوي، واكتشافنا أن أعمق نقطة يابسة تقع تحت مستوى سطح البحر هي نفس تلك المنطقة، منطقة البحر الميت. ولكن ما كان أكثر غرابة أن تجد القرآن الكريم يذكر تلك المعركة على أنها وقعت في أدنى الأرض، أي أخفض نقطة فيها. فنحن نقول للطالب: لك العلامة العليا أو العلامة الدنيا، فالعلامة الدنيا تعني الأخفض، أليس كذلك؟ وهذا نص الآية المعجزة بأدق أشكال الإعجاز العلمي، حيث يذكر سبحانه وتعالى ذلك فيقول: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نعم، في أدنى الأرض. ولكن من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأدنى الأرض؟ أليس هو الله العظيم منزل هذا القرآن الكريم؟ سبحان الله العظيم. كنت أتحدث مع البروفيسور الأمريكي رئيس الجمعية الجيولوجية الأمريكية أليسون بالمر، رئيس الجمعية سابقا أليسون بالمر، فقلت له: يا بروفيسور، القرآن يخبرنا بأن هذه هي أخفض منطقة في العالم، يعني الله يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، ففي الأرض مرتفعات ومنخفضات وهذه أدناه. فرد علي وقال: لا، هناك منخفضات أكثر. فوقع النقاش بيني وبينه، فلما رأى موقفي المتشدد راح وجاء
نموذج للأرض مجسم للأرض فيه جميع المرتفعات والمنخفضات في العالم، وقال أين المنطقة التي تحدث عنها؟ فقلت له بيت المقدس. قال يعني إيش؟ قلت له يعني أورشليم. فوضع يده ووجهها إلى المنطقة، فما أن وضع يده على هذه المنطقة حتى رأى سهما خرج من تلك المنطقة مكتوب عليه أخفض منطقة في العالم. فسبحان الله تتجدد المعجزة وتتجلى. يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا السحب البساطية. ثم لما درسنا عالم السحب وجدناها تنقسم إلى عدة أقسام، منها العقيم ومنها الولود ومنها الخفيف ومنها الثقيل ومنها البساطي ومنها الركامي. ولكل صنف من هذه الغيوم خاصية تمتاز بها عن غيرها من الغيوم، ولكن اللافت أن هذه الأصناف وبما تحتويه من ميزات كان للقرآن الكريم سبق بذكرها وتحديدها. فمثلا السحب البساطية هي السحب التي تمتاز بشكلها الانبساطي المفروض على شكل بساط يغطي السماء، ولا يمكن لأحد أن يميز هذا الشكل الانبساطي لهذه السحب إلا من خلال الصعود فوقها بواسطة الطيران. تمتاز هذه السحب بأنها أقل سماكة وارتفاعا نحو السماء، كما أنها لا تعطي ثلجا ولا بردا، وذلك بسبب عدم وصولها إلى طبقات الجو العليا التي تصل الحرارة عندها إلى أكثر من 60 درجة مئوية تحت الصفر، ولكنها تكتفي بالتكثف والاحتكاك ببعضها لتولد طاقة كهربائية ينتج عنها أمطار تمتاز بالخفة، ولا تسبب عادة خروج رعد أو برق كثيف. وتمتاز أمطار هذا النوع من السحب بأن وقت نزولها عادة والكيفية والكمية النازلة منها تكون في غاية الأهمية للمزارعين والحيوانات البرية التي تقتات على الأعشاب والحشائش، لذا يستبشر بها الناس وتكون السماء بيضاء، لأن عمق هذه السحب لا يحجب ضياء الشمس تماما. والقرآن الكريم أشار إلى هذه السحب وشكلها وميزاتها، ووصف بداية تكونها، وأن سبب التكوين هو الرياح، وأن من يحرك ويأمر الرياح بالحركة هو الله تعالى. اسمع قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالآية الكريمة هنا تتحدث عن شكل هذه السحب بقولها فيبسطه في السماء، وتتحدث عن ذلك التفتيت والاحتكاك الذي ينتج الطاقة منها فيهطل المطر في قوله تعالى ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. ولاحظ هنا لم يذكر سوى الودق وهو المطر دون البرد أو الثلج. ثم قوله تعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون تدلك على التوقيت المهم للحياة والناس،
ولأنها لا تحدث الفيضانات ولا العواصف المدمرة، لذا فهم يستبشرون. ولأن هذه السحب كلها فائدة للأرض والحياة، وتنزل بعد أوقات الصيف والجفاف. ترى تكملة الآية: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، حيث ترى الحياة فعلا تدب في الأرض، فترى الربيع قد أشرق، والشجر قد أزهر، والضرع قد أثمر. هذه كلها نتائج هذا النوع من السحب، إنها السحب البساطية. الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله 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 يا الله يا الله يا الله يا الله الله الله. السحب الركامية. أما السحب الركامية فهي السحب التي تتراكم فوق بعضها، ويكون لها قاع قريب من سطح الأرض حتى يكاد يلامسها، ويعلوها في القمة أهرام كرؤوس الجبال، وتمتاز بقدرتها على الارتفاع حتى طبقات الجو الباردة جدا، الأمر الذي يساعد على تكثف قطرات الماء لتتجمد من هناك وتسقط على شكل برد أو ثلج. وتمتاز هذه السحب بحركتها البطيئة، وذلك بسبب ثقلها العظيم، حيث تحمل بين طياتها مليارات الأمتار المكعبة من الماء، وهي قادرة على إغراق دولة خلال دقائق. لذا فهذا النوع من السحب يسبب الفيضانات والعواصف والبرق المتواتر والرعد الهائل الصوت، ويجعل النهار يبدو معتما بسبب سمكها الكبير، وتبدو سوداء اللون بسبب تراكمها فوق بعضها وبسبب حجبها لضياء الشمس. وهذه السحب قد وصفها القرآن الكريم بكل دقة، حينما تقرأ قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. نعم، تتحدث الآية عن خطوات تكون هذا النوع من السحب خطوة خطوة. فأولا، إزجاء السحب وتكوينها، يزجي سحابا، ثم التأليف والتقريب بينها بالتدريج، ثم يؤلف بينه، ثم تأتي مرحلة التراكم فوق بعضها، ثم يجعله ركاما، ثم يصف موقع هطول المطر بأنه من خلاله ووسطه وليس من القمة، فترى الودق يخرج من خلاله. أما من القمة حيث الطبقات الجوية العالية الفائقة البرودة والتي تشبه في شكلها الجبال، فمن هناك فقط يخرج البرد، فينزل من السماء من جبال فيها من برد. وأما عن الرعد والبرق العظيم فهذه السحب هي من تنتجه، ولا يكون برق إلا ويوجد رعد، فهما ينتجان معا. وهنا يذكر الله تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، وذلك لشدته. أما عن وصف هذا النوع من السحب بأنها ثقيلة، ففي قوله تعالى:
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. نعم، سحابا ثقالا. يا محمد صلى الله عليك وسلم تسليما، أن لك أن تعرف هذا وحدك قبل 14 قرنا، لولا أنك رسول الله العظيم. ويا رب لك الحمد العظيم. يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم. الرياح لواقح. وكان لافتا لانتباه العلماء أنهم وجدوا أن السحب لا يمكنها أن تسقط مطرا إلا إذا لقحتها الرياح، وأن هذا المطر عندما ينزل إلى الأرض منه ما يعود متبخرا إلى السماء من جديد، ومنه ما يتم تخزينه في الأرض، إلا أنهم وجدوا أن الماء حتى يتسنى له الاستقرار في باطن الأرض فلا بد أن تكون مسافة غوصه في الأرض مقبولة، فلا يكون قريبا جدا فيسبب انهيار التربة وإغراق المشاة من الناس، ولا يكون بعيدا إلى غور الأرض بحيث يتعفن ويصعب الاستفادة منه. ثم لا بد من وجود صحن يحجز الماء في مكان واحد، ولا بد لهذا الصحن أن يكون صلبا لا يسمح للماء بالترشح في شتى الأرض، فعندها لن يتمكن الإنسان من الاستفادة منه. وحقا هذا ما وجده العلماء فيما يسمونه بالمياه الجوفية، حيث وجدوا أن الماء في جوف الأرض موجود بقدر محدد وبعمق محدد وبصحن حجري بأوصاف محددة لا تسمح بتشتت الماء، ولا تسمح بدخول الديدان إليه، ولا تسمح بغور الماء إلى أعماق الأرض. وعجب العلماء من هذه الهندسة في باطن الأرض. من الذي صنعها؟ ومن الذي ركبها؟ ومن الذي حدد أقدارها؟ فكان للقرآن جواب: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فالآية هنا تجمع بين طياتها العجب العجاب، فإنزال الماء لم يكن بعشوائية بل بقدر مقدور، فأنزلنا من السماء ماء بقدر. ثم لم ينزل المطر غورا إلى باطن الأرض، لأنه لو حدث ذلك لتناقض ذلك مع التقدير بقدر، بل تم تسكينه في الأرض، والتسكين يعني بقاء الماء ساكنا، والماء الساكن يتأسن ويتعفن لو تعرض للهواء والأحياء الدقيقة والفيروسات أو البكتيريا. لذا أوجد الله تعالى هذا الإسكان في أحسن مكان من الأرض، فأسكناه في الأرض. وهذا السكون يحتاج صحنا يحفظه من كل عوامل التخريب أو التهريب، فلولا هذا الصحن الحافظ للماء لكان من الممكن أن يغور أو يتشتت في باطن أغوار الأرض. لذا وإنا على ذهاب به لقادرون. والماء لو تعمق إلى أكثر من الحد الحالي له لاختلط بغازات سامة تنبعث من باطن الأرض، ولتغير طعمه وأصبح غير صالح للحياة. ومن هنا تقرأ في آخر سورة الملك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء
فالآية هنا تربط بين عذوبة الماء وغوره في الأرض، فلو غار الماء في الأرض أكثر مما هو عليه لانتفت عنه صفة المعين والنقاء. ثم إن البخار المصعد في السماء لو بقي نافذا إلى الفضاء الخارجي لانتهت مياه البحار مع الزمن، ولكن الله تعالى أحاط الأرض بغلاف جوي يحفظ هذه السحب من الذهاب خارج إطار الأرض، لذا تراها تصعد إلى حد محدد في السماء ثم تتوقف عن الصعود فلا تذهب خارج نطاق الأرض. وهذا معنى آخر لقوله تعالى: وإنا على ذهاب به لقادرون. وأما عن كون الرياح هي التي تلقح السحب فينزل منها الماء، فذلك في قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. نعم، الرياح لواقح تلقح السحب فينزل المطر، ولكن هذا ما علمناه باستخدام وسائلنا المتطورة من البحث والدراسة والطيران. أما أنت يا محمد فمن أخبرك بهذا؟ وسبحان الله العظيم. الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله 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 يا الله يا الله يا الله. عالم الإنسان، الأمشاج. ولما درس الإنسان نفسه كيف خلق وكيف تكون، وجد أنه خلق بمراحل عجيبة ودقيقة تم تصويرها ومعرفتها بدقة في عصر التكنولوجيا الذي نعيش. وما كان لبشر أن يعرفها من تلقاء نفسه قبل تمكن الإنسان من استخدام وسائل دقيقة للدراسة والبحث والتصوير الحديث، فما بالك برجل عاش قبل 14 قرنا أن له معرفتها؟ فالعلماء يتحدثون عن حقائق في مراحل تكون خلق الإنسان وليس عن نظريات، فوجدوا أن الإنسان يبدأ خلقه حين يلتقي الحيوان المنوي من الرجل بالبويضة من المرأة، فيتم بعد ذلك اللقاء الاختلاط فيما بينهما ليخلق فيما بعد إنسان يحمل أوصافا مشتركة بين الوالد والأم. والله تعالى وصف هذا الاختلاط في قوله سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. ويا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا مراحل التخلق. ثم لما تابع العلماء مراحل التخلق لهذه الأمشاج وجدوه بعد ذلك يتحول إلى علقة، والعلقة في الأصل هي الدودة التي تتعلق بالجدران أو بجسم حي لتبدأ امتصاص الدم منه. وكان مما صدم العلماء أن هذه النطفة تعلقت بجدار الرحم لتبدأ بامتصاص الغذاء من هناك تماما كالعلقة، ثم يبدأ شكل هذه العلقة يكبر ويتحول ببطء إلى المضغة، والمضغة هي تلك اللقمة التي يمضغها الإنسان ثم يخرجها من فمه فتبدو عليها آثار الأسنان. وهذا ما وجدوا عليه صورة الإنسان في مرحلة المضغة من التكون، إلا أن هذه المضغة
تنقسم إلى قسمين في أحد مراحلها، حتى يبدو أن أحد جوانبها قريب التخلق من صورة البشر، وجانبا آخر غير قريب لتلك الصورة، فتبدو المضغة مخلقة من جانب وغير مخلقة من جانب آخر. وهذه المراحل وصفها القرآن الكريم بغاية الدقة حين تتلو قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ويا رب لك الحمد العظيم. الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله الله. كساء العظام باللحم. إلا أن اللافت أن هذه المضغة لم تتحول إلى لحم، وإنما تحولت إلى عظام أولا، ثم بعد مرحلة العظام جاء دور الكساء باللحم. وهذه المعلومة كانت قد شكلت صدمة للعلماء الذين لطالما ظلوا يعتقدون أن اللحم يتكون أولا ثم يخرج منه العظم، ثم تبدأ صورة الإنسان بالظهور بعد ذلك في آخر المراحل. ولكن الصدمة الكبرى كانت حين وجهوا بالقرآن الكريم الذي كتب فيه أن العظام تتكون أولا من المضغة، ذلك في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والآية هنا تصف لنا الرحم بوصفه قرارا مكينا. نعم، فهو يتكون بصورة تمكن الجنين في شتى مراحله أن يحافظ على سكونه حتى لو ركضت الأم أو وقعت. فهذا الرحم مكين لدرجة تكفل للجنين الراحة حتى يخرج إلى هذه الدنيا بسلام. ثم وجدنا الآية تتحدث عن مراحل الخلق: سلالة فنطفة في قرار مكين، ثم علقة فمضغة، ثم تخلقت المضغة إلى عظام، ثم كسيت العظام لحما، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ثم ذكرت لنا الآية أنه صحيح أن الإنسان في مراحل تخلقه لا يشبه الإنسان، بل يشبه النطفة فالعلقة فالمضغة، ولكنه أخيرا يتحول إلى خلق آخر، إنه خلق الإنسان، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم، تبارك الله أحسن الخالقين. يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم. الجلد مصدر الإحساس، ومما توصل له علماء التشريح أخيرا أن أكثر مناطق الجسم شعورا وإحساسا بالألم هي الطبقات الأولى من الجلد،
وذلك بسبب كثافة الخلايا العصبية في هذه المناطق. والله تعالى حدد هذا في القرآن الكريم حينما تحدث عن الكافرين وتعذيبهم يوم القيامة، فقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالآية تشير إلى مناطق تذوق العذاب وهي الجلود. إذا كان هذا الأمر يستحيل على رجل أمي أن يذكره من تلقاء نفسه قبل 14 قرنا، فمن علمه؟ ويا رب لك الحمد العظيم. الدموع تفيض. ثم يقول علماء التشريح فيما يتعلق بالدمع والدموع: إن هناك مجرا دمعيا مستمرا بالقرب من العين، ولكن إذا تعرض الإنسان إلى حالة انفعالية معينة، سواء كانت ناتجة عن حزن أو ألم شديد أو فرح شديد، فإن هذا المجرى الدمعي سيفيض عن حده فيخرج من العين على شكل دمع. فالدموع ما هي إلا قطرات فائضة من مجرى دمعي موجود بشكل مستمر بالقرب من العين. ولكن القرآن الكريم سبق وأن وصف الدموع بالفيضان حين تقرأ قوله تعالى متحدثا عن الفقراء الصالحين: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقوله تعالى تفيض من الدمع تعبير دقيق لم يرد هكذا صدفة، وإنما هو لفظ أنزله من خلق البشر ودموعهم سبحانه، ما أعظم شانه. يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله. رائحة الجلد. ومما كشف حديثا في عالم طب الإنسان أنهم وجدوا أن لكل إنسان رائحة جلد تختلف عن أي إنسان آخر تماما كما هي البصمة. فالأسود البشرة تختلف رائحة جلده عن الأبيض، والإخوة تختلف روائح جلدهم عن بعضها، وذلك يختلف باختلاف عدد واتساع أو ضيق مسامات الجلد، عدا عن اختلاف مكونات الطعام والشراب والنفس وغير ذلك. كل ذلك يؤثر على رائحة الجلد من شخص إلى آخر، إلا أن التمييز بينها بدقة لا يكون إلا باستخدام آلات خاصة تشبه الآلات التي تفحص البصمات المختلفة، فلكل جلد رائحة خاصة به. ولكن القرآن الكريم ذكر لنا حادثة يعقوب الذي انقطع عن ابنه يوسف عليهما السلام سنين عديدة حتى عمي بصره من الحزن عليه. ولكن حين ألقي قميص يوسف عليه بعد هذه السنين عرف أنه قميص يوسف من رائحته وصاح فرحا، كما قال الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن
تفندون. فهذه الآية الكريمة تؤكد حقيقة أن لكل شخص رائحة مخصصة، وهذا السبب الذي مكن النبي يعقوب من أن يميز رائحة يوسف عن غيره. ويا رب لك الحمد العظيم. الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله 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 من بين فرث ودم. وما كشفه العلماء حديثا في عالم الحيوان أن اللبن لا يخرج من بين العظام واللحم كما كانوا يظنون، بل إنه يخرج من بين الدماء والفضلات التي داخل الحيوان. وهذا ما شكل مفاجأة للعلماء، لا سيما وأن اللبن يخرج من هناك صافيا خالصا يحبه الشاربون. وهذا الكشف ما كان ليكون لولا وجود التقنيات الحديثة التي أوصلت العلماء إليه بما يملكون من أدوات دقيقة. فكيف للأولين أن يتصوروا لحظة أن اللبن إنما يخرج من بين الدم والفضلات؟ لذا ترى القرآن الكريم معجزا حين يذكر لنا هذه الحقيقة قبل كشفها بقرون 14. وهذا نص الآية، يقول سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهكذا ترى القرآن يذكر أشياء ويتعمد تحديد مكانها ووصفها. فلماذا قال سبحانه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ولم يقل سبحانه نسقيكم مما في بطونه لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ والسبب أن هذا القرآن معجز، يريد أن يقول للعلماء إن كل حرف أو كلمة أو جملة في القرآن لم تأتي عبثا، وإنما هي آيات سيريكموها إن كان عاجلا أو آجلا حتى يتبين لكم أنه الحق. ويا ربنا الحق لك الحمد العظيم. يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم. سلب الذباب. أما ما استغربه العلماء حقا فهو ما وجدوه في القرآن الكريم حينما تحدث عن سلب الذباب للأشياء، وذكر القرآن الكريم هذه الحشرة بالذات بوصف لا يشابهه معها فيه شيء آخر. فالآية تقول: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ولما بدأ العلماء بدراسة آلية سلب الذباب للأشياء كانوا يعتقدون إمكانية استرجاع الأشياء التي سلبتها الذبابة من دم أو شيء تأخذه من الجسم، وهذا ما يمكنهم أن يطبقوه على الحشرات الأخرى. ولكنهم وجدوا أن الذباب بالذات يختلف عن كل الحشرات، فالحشرات الأخرى تمتص المادة ثم تبلعها مباشرة إلى المعدة كما هي، وإذا أراد العلماء استرجاعها من معدتها سيكون الأمر سهلا باستخدام بعض التقنيات، لا سيما قبل أن تمنح الحشرة فرصة الهضم. ولكنهم لما حاولوا ذلك مع الذباب لم يتمكنوا من ذلك، ولما وضعوا الذباب تحت المجهر وجدوها تفعل شيئا يشبه الخيال، إذ وجدوها تفرز مادة من فمها فور امتصاصها للطعام، وهذه المادة تعمل على تحويل الطعام فورا
إلى مادة أخرى مختلفة لتناسب معدة الذبابة، فما تدخل المادة المعدة حتى تتحول إلى مادة أخرى يستحيل على الجن والإنس معا إعادتها إلى وضعها الأصلي. ومن هنا كان التحدي في الآية: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ولاحظ قوله تعالى: ضعف الطالب، وفي هذا إشارة إلى الإنسان الذي سيرى نفسه ضعيفا حينما يحاول استنقاذ ما أخذته الذبابة. ثم انظروا، والمطلوب هو المادة التي سلبتها الذبابة حين تضعف ولا تبقى على حالها الأصلي، فتحولت إلى مادة ضعيفة تناسب معدة الذباب، إذ تصبح أقل تركيزا وأسهل هضما. ولو أراد الإنسان استرجاعها فسيسترجع شيئا آخر غير ما سلبته الذبابة. ومن هنا حقا ضعف الطالب والمطلوب. ويا رب لك الحمد العظيم. الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله. وبعد، فهذا غيض من فيض ما في القرآن الكريم من كنوز ودرر. وها هو القرآن الكريم يخاطب العالم قائلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا ترى العلماء أكثر قربا من القرآن كلما درسوه أكثر، وترى القرآن يتقرب إليهم كلما كشفوا سرا من أسرار هذا الكون الفسيح بما يحويه من عجائب. وهذا عكس كل الكتب السماوية أو الأرضية الأخرى. والسبب أن هذا الكتاب لم يتعرض للتحريف أو التصحيف، بل إن الله تعالى قد تكفل بحفظه إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنما قدمناه في هذا البرنامج عن القرآن الكريم إنما هو زاوية واحدة وعنوان واحد مما فيه، وهو الإعجاز العلمي. فما زال في القرآن الإعجاز التشريعي والبلاغي والتاريخي والغيبي والرقمي وغيرها كثير. القرآن كله معجز، وكل حرف فيه له معنى محدد، لا يمكنك أن تبدل حرفا فيه مكان حرف ولا حركة مكان أخرى، وذلك لأن القرآن هو كلام الله. هذا القرآن مترجم إلى لغات كثيرة. انظر فيه علك تجد فيه ضالتك. ففي القرآن الطمأنينة والصدق والأمانة والمحبة والسلام والمودة والرحمة والكرم والعلم. ويعتبر القرآن كل ذلك عبادة، وهذا هو الإسلام.